يا صباح الفل وصباح النعمة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. بصوا هنا هنبتدي بقى عزومة العيد. كل سنة وانتم طيبين. دوت كان يوم الجمعة العظيمة. بعد ما رجعت كده من الكنيسة كنت كاتبة كل طلباتي، فجبتها بقى وانا طالعة علشان خاطر ابتدي فيها. هنا جبت كوارع وكنت بوريكم الممبار، وجبت بقى خضار، وماما كانت بعتلي فرختين كانت هي منضفاهم، كانت مقطعاهم لي كده زي شيش. و... وهنا بوريكم ضوافري، ايه رأيكم؟ انا اللي عاملاها في البيت، انا ما بروحش اي كوافيرات او اي حاجة خالص، انا عندي كل الاجهزة، ده هارد جل بس. وجبت بقى زعتر، وجبت كل الطلبات اللي انا محتاجاها يعني علشان خاطر اعمل بيها الاكل. عاملين ايه يا رب؟ تبقوا بخير. قولوا لي انتوا بقى عملتوا ايه وجهزتوا ايه وخرجتوا ولا ما خرجتوش. هنبتدي اول حاجة بالترمس. انا الترمس بغسله غسلة حلوة قوي، يعني عشان خاطر بيبقى فيه زي ترابة، لان هو كده كده بيبقى عند العطار بيبقى اكنه في تراب يعني. فبغسله حلو قوي 3 4 مرات كده لحد ما المية بتاعته تبقى صافية خالص. بعد كده بنقعه لتاني يوم، اللي هو يوم السبت، اللي هو سبت النور، الوقفة بتاعتنا. علشان خاطر لما بنقعه بينفش كده، وفي السلق ما بياخدش وقت. فبنقعه بشوية مية كده حلوين خالص، وبسيبه بقى خلاص كده مع نفسه خلاص، علشان خاطر اول ما اصحى ان شاء الله ببتدي بالترمس اشتغل فيه بس. وهنا كنت طالبة فرختين، الفرخة كانت كيلو 800. ابتديت احط لها شوية ملح واسيبها شوية لانها هي كانت سخنة خالص، فهتبقى متشنجة كده من السخونية. فهنا سبتها شوية، بعد كده ابتديت انضفها، يعني مرضيش اجيب التنظيفات معاكم. بعد كده بقى نقعتها في شوية ملح وليمون وزنجبيل وشوية دقيق، وخليتها بقى. بصوا بوريكم اللي انا بصوا نضفتها ازاي، وبخليها بقى تنقع مع نفسها. انا عايزه اقول لكم بامانه النقع ده حاجه فظيعه وبيشيل كل زفار. علشان خاطر بقى ابتديت بقى اشتغل مع الحاجه اللي بعدها على طول. هنا خلصت، بصوا بوريكم ان الفراخ خلاص ركنتها، وابتديت في الكوارع. هنا الراجل الصراحه كان منضفها لنا ومقطعها لنا زي الفل الصراحه، تسلم ايده. هي ماما كانت موصيالي عليها. وابتديت بقى اشتغل فيها، يعني بصوا انضفها عكس اتجاه الشعرايه، وافضل كده كنت ايه بصوا بكحت فيها، والحته اللي بحسها اللي هي ما بتطلعش بشيطها على النار. بس بصوا ما تحطوهاش هي كلها كده على النار من فوق، علشان خاطر الكوارع ما تسودش منك لما تيجي تسلقيها. انت يا دوبك العين الصغيره، وابتدي شوفي الحتت اللي هي مش الشعر اللي هو مش راضي مثلا يطلع من معاكي، فابتدي شيطيه كده من بعيد، هتلاقيه شاط لوحده. وبعد كده ايه اكحتيه بالسكينه، هتلاقي الموضوع سهل ومش هياخد في ايدك بامانه ربع ساعه بس. وببتدي بقى اغسلها كلها وبشيلها، ما بشيلهاش ولا في ميه ولا بنقعها ولا اي حاجه، علشان خاطر ما تشدش معايا. انا بسيبها يعني بعد ما خلصتها صفيتها وحطيتها في اكياس وحطيتها في التلاجة، وابتديت بقى اشتغل في الفراخ. بصوا هنا، بصوا بوريكم الميه عامله ازاي. انا بشيلها كده من الميه وبحط بقى ميه نظيفه، وابتدي بقى اغسلها يعني من المحلول النقع بتاعها ده. بصوا، وابتدي اضغط كده على الفرخه علشان خاطر لو في اي دم في العظم ولا اي حاجه ما طلعش برضو من المحلول يطلع معايا. بصوا بدعكها كده حلو جدا حلو جدا لحد بصراحه ما احس ان انا خلاص راضيه عنها وزي الفل. بسيبها بقى تتصفى، بحطها في مصفى وبسيبها خالص تتصفى. وبعد كده بقى ابتديت فيها تبلتها. بشرت بصلتين كبار وعليهم شوية فلفل كده محترمين، وشوية ملح، وشوية صويا صوص صغيرين. دي تتبيلة كل سنة، انا بحب اعملها كل سنة، وهو احنا متعودين عليها من وانا صغيرة. وبصراحة يعني ده يعتبر طقوس. فاكيد في
طبق كده على السفرة طقوس كل سنة. انتوا قولوا لي ايه إيه الطبق الرئيسي اللي ما بيتشالش خالص من على السفرة؟ يعني انا لو ما عملتهاش في سنة بيقعدوا يقولوا لي هي فين الفراخ المشوية. انا كمان لما بصراحة لما بفتح الفرن ما بشغلش الشفاط، عشان كده ريحتها تبقى مفهفهة في البيت بصراحة. ف بنحبها قوي يعني. بس وبعد كده بمسك بقى البصل، وبصوا بدعكها كويس جدا جدا. بصوا يعني لحد ما يبان لها صاحب بفضل، بس يعني برضو بالراحة عشان خاطر الفرخة ما تتنسلش منك. فبصوا بقعد اعصر كده المية البصل جوه. وبعد كده بقى ايه، انا تبلت الفرختين. بصوا يعني بدعكها دعكة محترم. وبعد كده بخليهم الاتنين على يعني بقلب الفرخة، ما بخليهاش كده بعدلها، بقلبها عشان انا كده كده هلفها وبحطها في التلاجة لتاني يوم، علشان خاطر بقى تاخد راحتها بقى في التتبيله وتبقى حقيقه. بصوا كده بقلبها كده وبحطها، علشان خاطر الصدر اكتر حاجه ما بتتبلش، عشان خاطر اي ميه بصل ولا حاجه تنزل عليها. وشلتها في التلاجة. ابتديت بقى اشتغل في اللي بعده دوت. انا هعمل كوردون بلو. بصوا بحط كيسين كده على بعض، وبعد كده ببتدي ادقدق فيه بالراحه خالص. بس ايه، بتدقدقي من جوه لبره، ما بتدقدقيش من بره لجوه، علشان خاطر حته البانيه تتفرد معاكي. في ناس بتجيب من عند الفرارخي اللي تقول له انا عايزه يعني اقطع لي البانيه قطع كوردون بلو. انا عادي ما بيتقفش معايا، بجيب البانيه وانا بعمله كوردون بلو وشويه ملح وفلفل. وبصوا من كل طبقه للتانيه بحط كده ملح وفلفل وبدعكها كويس جدا، يعني بدعك الانسجه بتاعت حته البانيه. ما ينفعش بعد ما تدقدقيها تحطيهم وبعد كده تتبليهم، عشان بعد ما بتدقدقيها بتحسي ان حته الفرخه كده بقت طريه قوي، فلما تحطيهم ممكن تتقطع معاكي. فدي اسلم طريقه للتتبيل، وبامانه بتبقى حقيقه وبتبقى زي الفل. انا جربت كذا طريقه بكذا تتبيله، لقيت احلى طريقه اللي هو بالملح والفلفل بس، بحسها خفيفه واهدى، وكل المكونات اللي انا بحطها بتبقى باينه. وبعد كده جبت جبنه شيدر ولانشون بيف. ما ينفع لهاش اي لانشون تاني غير بيف، لان البيف هو اللي بيدخل جوه النار يعني بيستوي. بعد ما خلصت بقى كل الكميه، بصوا بحط كده حته البانيه والحشو بقى، يعني كميه الحشو زي ما انت عايزه. تحطي حته صغيره، تحطي حته كبيره، تمليها اكتر من كده، يعني كل واحد وراحته. انا كنت هقطع بصوا الحته، بس قلت لا يعني خليهم حتتين كده عشان طعمهم يبقى بس. والفها واخش على اللي بعدها على طول. اهم حاجه وانت بتحشي الكوردون بلو يعني ما تخليش الحشو يلمس الاطراف قوي، يعني على قد ما تقدري خلي الاطراف يعني شويه فاضيه، علشان خاطر لما تيجي تقفليه الحشو ما يفضلش يقع منك. وانتي برضو بتقليه برضو ممكن الحشو يطلع. فلا يعني ايه، حاولي بصي شايفه الاطراف فاضيه ازاي. خلي الاطراف فاضيه كده بس مش قوي، يعني حتت بسيطه قوي بس. وتلفي. عايزه اقول لكم سهل بامانه، سهل 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 خالص يعني. ما كملش معايا وقت، بس انا حبيت اجهز كل الحاجات دي علشان خاطر يوم السبت وانا شغاله، يعني ابتدي كده تبقى الدنيا سهله بالنسبه لي. ابتديت بقى احط دقيق وعليه نشا وبقسماط وبيضتين وشويه ملح وشويه فلفل. هو شويه الملح والفلفل اللي انا كنت بتبل بيهم اتبقوا حبه، رحت حطيتهم على البيض واللبن. وبحط نشا على الدقيق مش عشان خاطر يقرمش، علشان خاطر يدي لون. بصوا بحط الدقيق الاول، طبقه الدقيق الاول بكفره كده كويس قوي. بصوا بضغط عليه كده، وبعد كده بحطه في البيض. بعد كده بقى بحطه في البقسماط الدرجه يعني المرحله الاخيره برضو بقفله كويس قوي قوي قوي. وبعد كده رحت حطيته في الفريزر علشان خاطر بس الكفر يمسك كويس. وقبل ما بسويه كده بشويه، يعني مثلا انا طلعته على الساعه 6 من الفريزر، خليته بره، وقليته على الساعه
9:30 10 كده. بس بصوا هتلاقوه قفل معاكي، حتى لو انتي ما بتعرفيش تقفليه هتلاقيه هو نفسه من الكفر قفل معاكي. بصوا انا هنا بوريكم، بصوا بقفله ازاي. خلصت الكوردون بلو وغسلت الحاجات بتاعته وخليتها زي الفل عشان بس الحاجه بس ما تتكومش عليا. ابتديت بقى اعمل الممبار. الممبار بقى سهل جدا جدا. انا ابتديت احضر الحاجه علشان خاطر الدنيا تبقى سهله عليا كده، وما اقفش يوم السبت طول اليوم في المطبخ الصراحه. ابتدي بقى انا اجهز حاجتي، اعمل ماسكات بقى واعمل بديكير، يعني الحاجات اللي هي بتاعت البنات. بصوا هنا بوريكم بالسكينه، افضل كده اكحت فيه واطلع اي حاجه متلزوقه. بصوا يعني بفضل اكحت كده فيه في السكينه دي من الناحيه الناعمه، مش الناحيه اللي بتبقى فيها دهون. وبعد كده بصوا بقى بقلبه ازاي. بقلبها كده، وبعد كده بجيب بالصباعين. بصوا انا بوريكم دي بالراحه خالص، يعني ما رضيتش اجريها علشان خاطر اللي مش بيعرف يقلبه انا، بس انا عارفه اللي في ناس اشطر مني بكتير. انا قصدي الناس اللي هي بنات صغنططه او ستات مش بيعرفوا او بيستصعبوا الموضوع، يعني يشوفوه يلاقوا ان الموضوع سهل. بصوا بتتقلب معايا تحت الميه بكل سهوله، انت ما كملتيش ثانيه، يعني بامانه غمضه عين لقيتيها بقت زي الفل معاكي واتقلبت. الناحيه بقى اللي هي فيها الدهون بعملها خالص بالراحه بالسكينه عشان خاطر الدهون نفسها ما تطلعش معايا، لان اكيد بسيب فيها دهون، لان انت لو شلتي كل الدهون انت كده بتاكلي حته جلده يعني. وبعد كده بصوا بقلبه. دي طريقه تانية برضو للقلب، يعني كده لا كده، لا تخلي صوابعك كده لصوابعك كده، على حسب انت اريحيه صوابعك. في ناس تقول لا الطريقه دي بتشنجني، وفي ناس تانية بتقول لا الطريقه دي مش عاجباني. فانا وريتكم الطريقتين، والطريقتين الصراحه طريقه ماما. انا ماما صعيديه، فهم اصلا في الصعيد بيعملوا كده. انا طبعا عملت كل الكميه. انا بصوا قلت اعمل لكم فيديو التجهيزات لوحدها، وبعد كده فيديو التحضيرات هعمله لكم لوحده عشان ما تقلش عليكم وابقى تقيله على قلبكم كده. فقلت لا خلينا واحده واحده. بصوا هنا بجيب الصابعين بفتحهم، بعد كده بقلب بايدي وبدكك حته، وبعد كده بحطها تحت الحنفيه الاقيها زحلقت معايا ولا اسهل، بامانه ولا اسهل. وبعد ما خلصت كل الكميه وظبطتها بملح وليمون، ما بحطش خل خالص، الخل بيشد الحاجه بامانه وبيسودها شويه. وبفضل بصوا ادعك فيها لحد ما يبلها صاحب. بعد كده بنقعها في شويه ليمون تاني وشويه ملح وميه واحطها في التلاجة. وكل سنه بقى وانتوا طيبين، وان شاء الله استنوني في فيديو التجهيزات. بحبكم 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 بحبكم. يلا مع السلامه. وابعتولي بقى في الكومنتات، ولو شفتي القناه اعملي لي اشتراك وقولي لي اسمك، وبحبكم قوي قوي قوي.